يا اسطى ما تجيبش سجارة يا اسطى. معيش سجاير يا صاحبي. يا اسطى انت معاك يا اسطى، بلاش تاني. الصراحة صعب، انت عايز سجاير كتير اوي. يا اسطى قلت لك هجيب لك علبة كليوباترا أول ما ناخد الفراغ. ايه يا خليل؟ ايه ده زبون جديد؟ تعالى يا ارض اخوك، تعالى بيتك ومطرحك. شكرا جدا. شكلك مش من هنا يا زميلي. من بيفرلي هيلز. مالك يا صاحبي؟ لا حضرتك انا ساكن في بيفرلي هيلز. شكله مش مصري. ارض اخوك انت جاي في ايه؟ جاي في عربية البوليس. لا هتستظرف وهقطم لك وشك. لا لا لا، هو مش مصري، بالراحة عليه. يعني هو قصده الحكومة جايباك في ايه؟ يعني أنا مثلا بلقط موبايلات، الباشا ده ممسوك بنص فرش. ايه؟ كنت بصور خارجي. لا اتعامل معاه انت بقى عشان مش فاهم هو عايز ايه. حماده انت شايفنا الا؟ يا فندم والله انا مش عارف يعني ايه الا اصلا. امال ايه يا صاحب الالغاز اللي انت بتحكي فيها دي؟ بص حضرتك، هي مش الغاز والله. انا شغال مخرج، تمام. كنت بصور في الشارع ومعيش تصريح، قبضوا عليا. سمعت كده خير اللهم اجعله خير انك عايز تعمل فيلم طويل، وقلت الفكره لاصحابك وتحمسوا جدا وعايزين يشتغلوا عليه دلوقتي حالا. ده اذا ما كنتوش بدات شغل عليه اصلا، وطبعا مكتمين على الموضوع لان دي فكره كرييتيف وجديده. كل الناس بتعمل افلام قصيره، محدش فكر يعمل فيلم طويل قبل كده في مصر لغير انتاج او بانتاج محدود. السؤال هنا بقى، انا عرفت منين؟ عرفت لانها مش فكره جديده. اقول لك على التقيله بقى، لا غير خيبتك. التقيله ان محدش اشتغل في المجال ده 3 ايام وما فكرش في الفكره دي، وانا النهارده جاي اقول لك شيل الفكره من دماغك. عارف ليه؟ عشان انا الصخره اللي بتتحطم عندها احلامك الساذجه يا ساذج. ما تعيطش، ده اسمه تاف لاف. عشان أنا بحبك بوعيك. تعالى ده انا هوفر عليك مشاوير ولف وحوارات، ده انت غلبان. بس قبل ما نتكلم عن الخطوات التنفيذيه والاجراءات القانونيه، خلينا نتكلم الاول عن الجهه او الجهات المسؤوله عن العاملين في صناعه السينما. اولا نقابه المهن السينمائيه للناس اللي بتشتغل ورا الكاميرا. ثانيا نقابه المهن التمثيليه للناس اللي بتشتغل قدام الكاميرا. وعشان تشتغل في السينما بشكل رسمي في مصر لازم يكون معاك عضويه نقابه من الاثنين دول في التخصص بتاعك. طيب هي ايه شروط الحصول على العضويه؟ اول حاجه وهي انك تكون بديهيا شغال في السينما او المسرح او الموسيقى. ثاني حاجه انك يكون معاك الجنسيه المصريه. ثالث حاجه انك تكون متمتع بالاهليه المدنيه الكامله، يعني ما تكونش مثلا بتاكل من الزباله. رابع حاجه ان تكون سيرتك كويسه وتكون سمعتك كويسه، وطبعا كلنا عارفين ان سمعتك سباك. خامس حاجة انه ما يكونش اتحكم عليك بعقوبة جنائية قبل كده او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة، الا اذا لو كان ده حصل وحصل لك رد اعتبار فقشطة عادي كده تمام. افادة بالاعمال السينمائية والتلفزيونية اللي انت اشتغلت فيها، يعني تصاريح وعقود عمل. وفي المعتاد بيكونوا 5 عقود، وطبعا غير الشروط دي بيكون في مستندات مطلوبة زي شهادات الميلاد، شهادات اقامة للاجانب وحاجات تانية. متقلقش يا مصري، 5 دقايق ونخلصوا. طب مثلا لو الشروط اللي فاتت دي كلها مش بتنطبق عليك او لسه ما عملتش 5 اعمال فنيه، في الحاله دي بتاخد تصريح مؤقت لمزاوله النشاط الفني، وده بيبقى العمل واحد محدد في التصريح ده. طب دلوقتي انت معاك السيناريو جاهز للتصوير، هتعمل بيه ايه؟ هتحطه فين؟ في ظرف سافل وتطلع بيه على النقابتين السينمائيه والتمثيليه، ويكون مع السيناريو ليست بكل اسامي المشاركين في العمل سواء ورا الكاميرا او قدام الكاميرا، وبتدفع غرامه ماليه على كل واحد موجود في الليست دي ومش معاه عضويه اي نقابه من النقابتين. وعشان كده اغلب الشباب اللي بيشتغلوا مساعدين اخراج تحت التدريب غالبا اساميهم مش بتتكتب في التترات عشان الانتاج ما يدفعش عليهم الغرامه، ولو اتكتب بيكونوا غالبا مش واخدين اجورهم لان دي هي اللي اتدفعت غرامه. هل ده قانوني؟ اكيد لا. بعد كده خدت التصريح من النقابتين ودفعت الغرامات، فهتاخد السيناريو بتاعك وتطلع على مكتب الرقابه على المصنفات الفنيه للجنه القراءه، وبتسيبه هناك تدفع الرسوم وتتكل على الله. فلجنه الرقابه بتقراه وبتحط ملاحظات لو عندها ملاحظات، ودايما عندهم ملاحظات. ولو السيناريو فيه حاجه بتمس الشأن الاسلامي فهنا الرقابه بتبعت نسخه من السيناريو للازهر عشان يوافق عليه. طيب ماذا لو الرقابه رفضت فيلمك لسبب او لاخر؟ ساعتها بتعمل تظلم في خلال اسبوع من الرفض، والفصل في التظلم بيكون خلال شهر. ولو اترفض تاني بتروح للجنه التوفيق في المنازعات في وزاره العدل،
وده برضه بياخد شهر، ولو اترفض تاني بقى بتتجه للقضاء، ده لو لسه فيك حيل. طب ماذا لو الرقابه وافقت والدنيا ماشيه كنافه بالمانجا؟ ايه الخطوه اللي بعد كده؟ ادي امضتي كمان واحد هتاخد ورقك وتتجه على وزاره الداخليه عشان تاخد تصريح التصوير. طبعا لما بتوصل للمرحله دي فانت خلاص معاك جهه انتاج وماضي عقد، يا اما انت جاي تهزر، لان تصريح الداخليه مش بيطلع لافراد، هو بيطلع لجهات انتاج رسميه، لان الافراد ممكن تتغير انما جهه الانتاج مش هتتغير. تصريح التصوير من وزاره الداخليه بياخد حوالي 3 اسابيع على ما يطلع، ومده التصريح بتكون 3 شهور وساري لمده سنه. بعد كده بتتوجه لمديريه الامن بتاعه المحافظه اللي هتصور فيها وتبلغهم بمواعيد واماكن التصوير، ولو هتصور في احياء معينه فممكن تحتاج تصريح من الحي كمان، ولو هتصور في شوارع عموميه او هتقفل طريق فانت اكيد هتحتاج تصريح من المرور. في بقى اجراءات تانية بس دي مش بتتعمل لكل الافلام، مثلا لو الفيلم بتاعك فيه ممثلين او عاملين اجانب، او لو موقع تصوير قريب من مقر جهه امنيه او وزاره او سفاره، ساعتها لازم تروح تاخد تصريح من الامن الوطني. العمارة اللي فيها البتاع بتاعت ايه؟ السفارة. او لو مثلا هتصور في مكان عام زي مستشفى فهتاخد تصريح من وزاره الصحه، او لو هتصور في منطقه سياحيه فهتاخد تصريح من وزاره السياحه، وهكذا. ودلوقتي بس تقدر تبدا التصوير. يا سلام، اما قصه عبره صحيح. بعد بقى ما تخلص تصوير ومونتاج هتاخد نسخه من الفيلم وترجع بيها على مكتب الرقابه تاني. يا لهوي على سنين السودا، بس المره دي للجنه المشاهده مش القراءه، وده عشان تاخد تصريح العرض. طب رحت الرقابه قبل كده بالسيناريو، اروح ليه تاني بالفيلم؟ عشان يتاكدوا ان السيناريو مطابق للي اتصور، ولو حصلت تعديلات في التصوير فيتوافق عليها برضه. وبرضه الفيلم لو بيمس شأن ديني فالرقابه بتبعته للازهر تاني عشان يتوافق عليه تاني، وبعدها بتاخد تصريح للعرض ساري لمده 10 سنين. طبعا كل اجراء من اللي فاتوا دول مش بيتعمل ببلاش، لا هو بيدفع عليه رسوم ورسوم كتير، بس للاسف ما ينفعش اقول لك ارقام محدده لان الارقام دي بتختلف على حسب العمل وعلى حسب الحاجه. هل بقى كل الافلام الطويله بتمر بالاجراءات دي؟ طبعا، بس صناع الافلام مش بيفضلوا قاعدين مستنيين 3-4 شهور لحد ما التصاريح دي كلها تطلع، هما في الفتره دي بيبداوا يشتغلوا على التجهيزات زي الديكورات والملابس والاوديشنز والبروفات، ده لو لسه في حد بيعمل بروفات يعني. دلوقتي بقى نيجي للسؤال ابو مليون جنيه اللي انا عارف انك مستنيه من اول الحلقه. ماذا لو انا عملت فيها من بنها لكل الاجراءات دي وعملت الفيلم بشكل ما وعرضته؟ ادعوا له يا جماعة. طيب خلينا نمسك حاجه حاجه. أول حاجة النقابات، فحسب قانون نقابات المهن الفنية رقم 35 لسنة 1978 فمزاولة المهن السينمائية من غير عضوية النقابة أو التصريح المؤقت لمزاولة النشاط ممكن يعرضك للغرامة. الغرامة دي بتكون ما بين 10,000 لحد 100,000 جنيه لحد دلوقتي. الأسعار ولعت. مع مضاعفة الغرامة في حالة تكرار، يعني لو عملتها تاني هيخلوا لك الغرامات ضعف، وتحمد ربنا لان الكلام ده من اول تعديل القانون في 2021. قبل كده كانت غرامه وحبس. اللهم صل على حضرة النبي، انت جبت المعلومات دي منين؟ بس الكلام ده في حاله لو انت المخرج او المنتج مش مساعد اخراج تحت التدريب او ممثل طلع لقطتين. تاني حاجه بقى بالنسبه للرقابه على المصنفات الفنيه، فلو عملت فيلم بشكل ما وعرضته من غير موافقه الرقابه فحسب قانون المصنفات الفنيه رقم 430 لسنه 1955 فده هيعرضك للغرامه والحبس. اما بقى لو اتقبض عليك انت والكرو بتاعك وانت بتصور خارجي من غير تصريح الداخليه، في النهايه انا مش جاي اتكلم النهارده في ان الاجراءات دي صح ولا غلط او اقول لك ان احنا بنأيدها وبنعارضها، ولا برضو جاي اتكلم في ان احنا ليه عندنا رقابه اصلا. لا انا بقول لك الاجراءات دي عشان في ناس كتير راحت ولبست، في افلام كتير اتعملت وخلصت وفي الاخر اتركنت في الادراج محدش يعرف عنها حاجه، وده بس بسبب جهل صناعها بالقوانين دي. ورغم ان القوانين والاجراءات دي مش جديده بس ناس كتير ما تعرفهاش للاسف، وده بيتسبب في مواقف واحداث اقل ما يقال عنها ان هي مؤسفه. ولاحظ ان كل الكلام اللي قلته النهارده ده الرسمي، في تعقيدات تانية اكتر من كده بكتير بس مش رسمية. وهنا يجي سؤال مهم، هل الكلام ده بينطبق على كل الافلام حتى الافلام القصيرة؟ على الورق المفروض الاجراءات دي بتطبق على الافلام القصيرة كمان، بس على ارض الواقع محدش مهتم. يعني الرقابة مثلا مش هتروح تدخل نزاع قضائي مع واحد مصور فيلم ب 500 جنيه وسندوتشين فول. وبكده نكون خلصنا حلقة النهارده. لو عندك اي سؤال سيب لنا كومنت، لو احنا على اليوتيوب ما ننساش تعمل سبسكرايب، ونشوفكم الحلقة الجاية.